دور نحو اليمين، وباش جسمنا ما يدورش على آخره كنضطروا نحركوا يدنا الشمال باش نلاشيو ونبطلوا مفعول هاد الزخم الزاوي ونحققوا اتزان للجسم. وهاد الشي اللي كيخليك ملي كتمشي تلقائيا كتحرك يدك اليمنى مع رجلك الشمال، والعكس صحيح. وإلا جربتي دابا تنوض وتحط يديك بجوج ملصقين مع جنابك وتحاول تجري بأقصى سرعة، غادي تلاحظ أنك كتفقد التوازن ديالك وجسمك كيبقى يحدف يمين وشمال، وممكن قاع تطيح على وجهك. وهذا الشيء كيدل على أن حركة اليد مهمة بزاف سواء في المشي أو حتى في الجري. حاجة أخرى مهمة كتقدمها لنا حركة يدينا، وهي أنها كتوفر علينا الطاقة. فيزيائياً جسم الإنسان مقسوم لجزئين، علوي وسفلي. ملي رجليك اللي لتحت كتبدا تحرك في المشي كتحرك معاها الجزء السفلي، وكتحاول تحرك حتى الجزء العلوي. هنا كتدخل حركة اليدين باش تعاون الرجلين في هذه المهمة. تأرجح اليدين كيساعد في دفع الجزء العلوي من الجسم للأمام بالتزامن مع الجزء السفلي، وهذا الشيء كيقلل من كمية الجهد اللي كتبذلو رجليك باش تحركك للقدام. في عام 2009 واحد المجموعة ديال الباحثين من جامعة ميتشيغان جابوا مجموعة ديال الأشخاص وطلبوا منهم يجربوا يمشيوا بربعة ديال الطرق مختلفة. في الأول طلبوا منهم يمشيوا بالطريقة العادية، يعني يد يمنى مع رجل يسرى، وحسبوا كمية الطاقة اللي استهلكوها. من بعد ربطوا لهم يديهم حوالين جسمهم وطلبوا منهم يمشيوا،